في ناس ما بتقف في الزحمة، سايقين عربات فخمة، لابسين غالي، وكل زول بيقول عليهم ناجحين. فاضي. تخيل زول عنده كل شيء، عربية فيراري، قروش، شهرة، بدلة شيك، فيلا في أفخم أحياء أمريكا، لكن فجأة قلبه ما قدر يتحمل، وقع في نص المحكمة وقدام الكل. الكتاب اللي بحكي لكم عنه الليلة ما بس كتاب، الراهب الذي باع سيارته الفيراري. جوليان مانديل محامي أمريكي مشهور، غني جدا، حياته كلها سرعة، قضايا وضغط. لكن في يوم جسمه قال له كفاية، انهار جوا المحكمة بنوبة قلبية. اللحظة دي كانت نقطة تحول في حياة مانديل. قرر يبيع كل شيء، البيت، المكتب، الفرار الحمراء الشهيرة، ويمشي الهند. في جبال الهيمالايا قابل رهبان بيعيشوا في بساطة لكن عارفين سر من أسرار الحياة. علموه حاجات بسيطة بس عميقة، كيف يتحكم في أفكاره، كيف يعيش اللحظة، كيف يلقى معنى في كل يوم جديد، وكيف يخدم الناس ويكون سبب في سعادتهم. مؤلف الكتاب ده هو روبن شارما، كاتب كندي من أصل هندي. أصدر الكتاب لأول مرة في عام 1997، باع منه أكثر من 3 ملايين نسخة حول العالم، وتمت ترجمته لأكثر من 70 لغة في أكثر من 50 دولة. الكتاب مليان رسائل عميقة ومهمة، إنك لو ما سكت عقلك هو اللي بيسوقك. كل عادة صغيرة ممكن تغير حياتك لو التزمت بها. وبيسألك سؤال بسيط، انت مبسوط ولا بس جاري؟ لو حاسس انك تايه او محجبنة او كوباية الشاي في ظل شجرة بيفتح البصيرة، بخلي عقلك يستوعب، بس تسمع صوتك الداخلي وبيديك بيوريك انت منو وبتعمل في شنو. انا هدباء، رفيقة الكتب والمكتبات. لو عجبك الكلام تابعني عشان أحكي لك أكتر من جوات الحروف. سلام.